السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة لبناتنا الحلوين اللي لسه بيتعلموا الاكل ودخول المطبخ، او اللي لسه جداد في الجواز. ان شاء الله هنعمل مع بعض، هنسلق فراخ طريقة عادية جدا جدا. هنسلق فراخ وهنعمل معاها ملوخية ناشفة او الملوخية الصعيدي زي ما بيقولوا عليها. معايا هنا فرخة مغسولة كويس جدا جدا ومنقوعة في خل وملح وليمون، ومعايا هنا بهارات فراخ وفلفل اسمر ورق ولورا وحبهان وطماطمايه وبصلايه متقطعه. معايا بقى انا بحط ايه، بحب اشوح اللحمه او الفراخ قبل ما احط عليها الميه. معايا معلقه سمنه بلدي سخنت، نزلت بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هشوحها من على الناحيتين، يعني بقفل المسام بتاعتها. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وما تنسوناش من دعوة حلوة كده من دعواتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. انا ايه بس عشان تاخد وقت حلو، تاخد يعني تشويحة حلوة من الناحيتين، وبعدين هننزل عليها بالمية. مية سخنة، مية من الحنفية اللي ايه يريحك، مية من الكاتل عادي يعني. انا هقلبها اهو، بس انا عشان ماسكة التليفون بايد بصور وبشتغل بالايد التانية فمش مالكاها كويس كده. هضطر اسيب التليفون، اخلي مريومة تمسكه على ما انا اعرف اقلبها. وتخلي بالكم كويس جدا حبايبي، البنات الحلوين اللي لسه بيتعلموا يخلوا بالهم عشان ما ايه لا قدر الله ما يتلسعوش. اهو قلبتها على الناحية التانية. شكرا يا مريومة. زي ما انتوا شايفين كده. الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنحط بقى البصل والطماطم ولو في جزر كمان، بس أنا ما كانش عندي. وهننزل بورق اللورة، وهننزل بورق اللورة والحبهان والفلفل الأسمر والبهارات الفراخ. خلاص كده. لو في مستكة كمان تبقى زي الفل. الطماطمية دي بتدي تسكيرة جميلة للشوربة. خلاص كده. ننزل بقى بالمية. هنغطيها بس مش هنملى الحلة على الاخر عشان ما تفرش وتبهدلك الدنيا وتطفي كمان البوتاجاز. خلاص كده. حطينا بقى المية، هنغطي عليها بس مش هنكتم الغطا، هنوارب الغطا شوية عشان خاطر ايه ما لو غليت ما تفرش وتقفل البوتاجاز وكده يبقى غلط على البنات الحلوين، يعني عشان ممكن ما ياخدوش بالهم. خلاص كده. طبعا انا ما بحبش احط الملح غير لما بعد ما الاكل بيستوي، الاكل يستوي احط الملح زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. خلاص قلبنا التوابل وقلبنا كل حاجة، هنسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اهو خلاص انا كده بوريكي كده ابتدت تغلي خلاص. اي ريم بقى هيطلع منك من الشوربه على الوش هتشيليها بالمعلقه. حاجه سهله بسرعه بسرعه كده في السريع. يعني مثلا ماما تعبانه لا قدر الله، انت لسه متجوزه جديد وعايزه البنات الحلوين يعني اللي لسه سنه اولى جواز كده واول مطبخ. خلاص كده انا سلقتها وشلتها خلاص من الشوربه وصفيتها. خلاص هنعمل ايه بقى؟ انا بعمل عصير طماطم واروح عاملاها في الوش بتاع
عامله الوش بتاع الفرخه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن احط عليها كمان معلقه زيت واقلبها. طبعا الطماطم دي انا حاطه عليها فلفل اسمر وملح. خلاص ادهنها كويس، وطبعا انا مشغله الفرن وهحطها في الفرن بقى ايه تتحمر مع نفسها زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين خلاص كده حطيناها في الفرن. بقى هنعمل مع بعض الملوخيه الصعيدي او الملوخيه الناشفه. انا معايا كوبايه ملوخيه ناشفه منضفاها، عاملاها بالملح والسلق، منضفاها وطحناها كمان في المطحنه بتاعت الخلاط عشان تبقى ناعمه. ومعايا الشوربه انا مصفياها اهي. ومعايا الثوم والكزبره الثوم والكزبره عليهم حبه ملح ومدقنهم. خلاص دي انا مقطعه الملوخيه، مقطعه عليها نص قرن فلفل حامي. مش عايزه خلاص، بس هي بتديها طعم حلو يعني. سهله وفي منتهى الجمال جدا جدا. انا هحط دلوقتي السمنه، معلقه سمنه بلدي او زبده صفراء او سمنه عاديه جدا اللي موجوده عندك يعني، او زيت نباتي نضيف. خلاص هنحطها بقى على البوتاجاز تسخن، وهننزل بالثوم والكزبره. اعمليها جربيها في منتهى الجمال، احلى من الملوخيه الخضراء بمراحل زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنروح بقى على البوتاجاز ونحط الحله عشان السمنه تسخن، وهننزل عليها بالثوم. واول ما الثوم يبتدي يحمر، انا مش عايزاه يحروق، انا عايزاه بس يبتدي يحمر كده، يخش في التحميره ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتقولي رايكم الحلو زي ما انتوا شايفين. هنروح بقى على البوتاجاز اهو. السمنه تبتدي تسخن اهو. هنزل بقى بالثوم. خلي بالنا حبايبي عشان ايه لا قدر الله ما تتلسعوش. انا مش عايزاها تحمر قوي، بس انا عايزاها ايه ريحتها تطلع وتاخد لون. خلاص اول ما ريحتها تطلع وتاخد لون هننزل عليها بالشوربه. طبعا الشوربه سخنه، هتاخد يا دوبك غلوتين بس على النار زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خلاص كده الثوم اهو ابتدى ياخد لون بسيط. هننزل بقى ايه بالشوربه. خلي بالكم حبايبي يا بناتي يا حلوين عشان ما تتلسعوش من البخار ده وانت بتنزلي الشوربه. يعني ممكن تبعدي خالص الحله عن عين البوتاجاز وتنزلي واحده واحده عشان ما تتلسعيش لا قدر الله من البخار. خلاص انا نزلت بالشوربه كده. انا مش هنزل بالشوربه كلها، انا هنزل بنص الشوربه. لو احتاجت لقيتها عايزه شوربه تاني هنزل بالشوربه تاني. خلاص كده غلت، خدت غلوتين مع الثوم عشان تاخد طعمها. وهننزل بالملوخيه زي ما انتوا شايفين كده. انا هنقلبها بقى كويس جدا جدا بمضرب السلك زي ما حبايبي كده عارفين شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. كانت سكر 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 بمعنى الكلمه يعني، في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ولا بتحمى على الصدر ولا اي حاجه، بتعملش حموضه ولا اي حاجه خالص.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو تاخد بس غلوة تاني، تقلب قلبة، انا ايدي فيها طبعا، تقلب قلبة. انا كده لقيتها تقيلة شوية، فهنزل بحبة الشوربة الباقيين، مش كلهم كمان، يعني حبة حبة كده. شوف لو لقيتها عايزة تاني هنزل بحبة تاني. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي تعليقاتكم الحلوة الجميلة اللي بتديني طاقة وبترفع من معنويات الواحد يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده خلاص، كده خلاص هقفل بقى ايه عليها وهنقدم الاكل. يلا معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي، اهو ادي الفرخه طلعناها خلاص من على من الفرن زي ما انتم شايفين، متحمره وزي العسل. بعد ما اتحمرت والملوخيه ما شاء الله شايفه اهو الصدر دايب زي العسل، مستويه وزي الفل. وادي الملوخيه، وادي الملوخيه طبعا احنا ملحناها ما ننساش. شايفين يعني احنا بنحبها تقيله ازاي زي ما انتم شايفين. تقيله كده، زوديها حبه شوربه بحبه شوربه لغايه اما تجيبي ممكن بقى تعملي جنبها حبه رز ابيض، حبه رز بشعريه. عايزين تاكلوا بعيش كده زي ما انتوا ايه عايزين. ربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.